السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا كل أسبوع بننزل منيو ل7 أفكار لوجبات الغدا. يلا بينا نشوف النهاردة معانا ايه. أول يوم معايا حواوشي الصدق أو العيش بالصدق، يعني بديل حشوة العيش بلحمة، لأ احنا عاملينها صدق، بنغير كده عن المعتاد علشان ما نزهقش ونحس كده بتغيير في الأكل. وعملت طبق سلطة كده وكمان بطاطس ممكن نعمل معاها طبق مخلل كده حلو، وكانت أكلة ما شاء الله ألف هنا وشفا. تاني يوم معايا بنات عملت طبق رز أبيض وكمان طبق سلطة، وقدمت كمان سمك مقلي. السمك ده عندنا اسمه السمك الشخورة، وكمان في ناس بتسميه سمكة أبو شوكة. هو بصوا بنات، هو سعره ما بيزيدش عن 70 جنيه، فحضراتكم بقى هتعرفوا هو اسمه ايه على حسب سعره. تمام. حلو جدا وتغيير برضو عن المعتاد. تالت وجبة معايا طبعا اساسي في كل منيو معايا البطاطس التومية. طبعا انا بستسهلها ان انا اعملها لانها بمعلقة زيت واحدة، يعني لا هقلي زيت ولا هيتبهدل ولا اي حاجة خالص. شايفين البطاطساية وطرية وحلوة. كمان عملت بطاطس مهروسة بالخضرة، بس شايفين بقى الخضرة قليلة ازاي. تمام. عملت كده طبق مسقعة وطبق جبنة حادقة او جبنة قديمة بالطماطم. بصوا هي دي بقى الاكلات اللي بتشبع وبتاكل، يعني سلم لي على اللحمة والفراخ والكلام ده. كانت اكلة جميلة جدا. رابع اكلة معايا كانت الكبدة الاسكندراني طبعا. وبعمل معاها طبق سلطة وبطاطس محمرة، وساعات بنعمل معاها يعني مثلا ايه، يا مكرونة يا عيش. وكمان ممكن نقدم معاها سلطات طحينة او مخللات. تمام يا بنات، كل واحد بيعمل بالمتاح عنده، احنا بنقدم بس افكار وانتي بتحطي بقى تشيلي زي ما انتي حابة. خامس وجبة معايا، وزي ما قلت لكم الوجبات دي على ايام منفصلة، يعني مش ايام متتالية ورا بعضها. عملت مكرونة بالصلصة، وكمان كان عندي بانيه في الفريزر طلعت وقليته. طبق شيبسي كده، ممكن تعملي البانيه ده ساندوتشات او كده. سادس وجبة معانا الكشري الاسكندراني. سهل جدا وسريع جدا، من اكلات برضو الكويسة او الموفرة، مفيهاش مكونات كتير. بحمر معاه فلفل وبطاطس وبعمل معاه سلطة. وكمان ممكن يتعمل معاه مخلل. وفي ناس بتاكل مع الكشري ده يا بنات السمك المشوي اللي هو الصغنن الخنيني ده، وكمان ممكن يعملوا معاه البيض المدحرج. بس انا بالنسبة لي كده افضل، حضرتك بتشيلي وتحطي زي ما انتي حابة. اخر وجبة معانا هي الصدق الاسكندراني. برضو انا بحب بنات، علشان بس ما تستغربوش، بحب اقطع الصدق كده بحيث ان الولاد يقدروا ياكلوه، بعيدا عن ان الصدق يكون بحجمه الطبيعي، يعني بحيث ان هم مش بيعرفوا ياكلوه. بحمر معاه بطاطس وسلطة وبطلع مخلل. وممكن تعملي برضو جنبه مكرونة او تكليف سندوتشات فينو او سندوتشات بلدي. من الاكلات السهلة والسريعة والمنجزة في الوقت. اتمنى المنيو يعجبك، ومتنسيش اللايك.